اللقطة دي بصراحة غريبة جدًا يا أبو الكباتن، أنا مش عارف الكابتن وليد صلاح الدين كان يقصد إيه، ولكن عايزين نبُص كده ونشوف. طاهر محمد طاهر كان خارج على حساب جراديشار، وجراديشار كان نازل مكانه، فطاهر محمد طاهر الجماهير أكيد يعني كانت بتزوم وبتنتقد طاهر محمد طاهر، فطاهر محمد طاهر اللي هو استجاب ليهم ولكن بشكل إيجابي، واللي هو سقّف للجماهير كأنهم يعني بيحيوه، واللي هو يعني عدّى الموقف. الغريب بقى إن الكابتن وليد صلاح الدين راح للجمهور واللي هو بيقول لهم عاوزين إيه؟ يعني أنتم عاوزين إيه؟ اهدوا شوية، عايزين إيه بقى؟ في إشارة تانية ومن لقطة تانية ومن زاوية تانية كان بيقول لهم اهدوا شوية. الكابتن وليد صلاح الدين حس ان هو انفعل بزياده على الجمهور، فرجع يعني كلمهم بهدوء وقال لهم اهدوا شويه. هو كابتن وليد صلاح الدين بيحمي اللاعب بتاعه وعنده حق بصراحه، ولكن يا كابتن وليد يعني انا اتمنى انك ما تشغلش دماغك بالجمهور. المشهد اللي بعده برضه في نفس اللقطه تقريبا، المصور الرئيسي للمباراه بيصور طاهر محمد طاهر. طبيعي لاعب خارج في اي حته في العالم بيجي عليه زاويه وبيجي عليه مصور بياخد المشهد وهو قاعد لحد ما يوصل للدكه. الكابتن وليد صلاح الدين راح وقف قدامه واللي هو منعه ان هو يكمل تصوير وقال له خليك واقف عندك. فانا برضو مش عارف هل ده احترافيه اصلا، يعني هو الراجل بيعمل شغله. طبعا بقى انت هتبقى مبسوط باللقطه دي ان هو بيحمي اللاعب والكلام ده كله يا جدعان على عيني وراسي، ولكن الكلام ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. طبيعي يعني ان الراجل ده بيعمل شغله، والطبيعي يعني انك تسيطر على اللاعب بتاعك، والطبيعي برضو ان الجمهور ينتقد والجمهور يشيد. ده جمهور وده لاعب وده مصور، لو كل واحد عارف دوره الموضوع مش هيكون فيه اي ازمه بصراحه. وده مش انتقاد للكابتن وليد صلاح الدين، فالكابتن وليد صلاح الدين من وجهة نظري هو رجل المرحلة، واللي هو بصراحة انا عملت له فيديو من كام اسبوع واشدت بيه بشكل كبير جدا. ولكن الكابتن وليد صلاح الدين من فيديو اعتراضه على الحكم للفيديو بتاع النهارده، فالكابتن وليد صلاح الدين ما يحبش بصراحة انه يروح في السكة دي ويشد على اللعيبة غرفة خلع الملابس.